اخطر مرحله هي المرحله الاولى دي. المشكله ان في حاجه اسمها دايره راحه متكونه، فانت عشان تكسر دايره الراحه دي لازم تبقى في مقاومه شديده جدا جدا جدا، حاجه اسمها الاوتو بايلوت بتاع جسمنا وعقلنا. دايرة الراحة عاملة زي مثلا كأنك جبتي شوز جديد. الشوز الجديد أول ما بتلبسيه اللي بيحصل بتلاقي نفسك رجليكي وجعتك، تاني مرة رجليكي وجعتك تاني، تالت مرة بيبدأ الوجع يقل 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 لحد لما توصلي لمرحلة ان انت بقيتي مرتاحة فيه. هو ده اللي بيحصل بالظبط. احنا جسمنا عنده حاجه اسمها التعود. انا متعود على حاجه، متعود على اكله معينه، متعود على نومه معينه، ففي حاجه اسمها دايره مقاومه لازم تحصل. دايره المقاومه دي مدتها قد ايه؟ من 21 يوم لشهرين. اخطر مرحله هي المرحله الاولى دي. دايره الراحه دي انتوا مش متخيلين، والمقاومه دي بتبقى ايه ده، ليها حاجات كتير جدا جدا جدا. حاجه اسمها البارادايم. في كورس من الكورسات كان عين اليقين تقريبا، كنت بتكلم عن الافكار والافكار السلبيه وتكرار الافكار السلبيه. من اهم جزئيه اتكلمت فيها فكره البارادايم دي. ليه بقى؟ لان انت لو فاهم ايه اللي هيحصل لك ده انت تبقى منتبه ليها وعارف ان دي خدعه شيطان عبيط اهبل عشان يرجعك، فانت عمرك ما هتقع.